هذا أخونا فؤاد من اليمن، كلمني على الخاص وسلم علي صراحة وأبدى لي محبته ودعواته. الله يا ربي يسعده ويسعد أهل اليمن ويسعدكم كلكم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ويسعد جميع الأمة الإسلامية. يا أخي الحب في الله من أوثق عرى الإيمان يا جماعة الخير، الله يجعلنا وياكم من المتحابين فيه. فؤاد درس في ثانوية الكويت، يقول أنا لما كنت أدرس في الكويت أنت كنت موجود فيها، وشافني في ثانوية الكويت في صنعاء. المهم فؤاد درس البكالوريوس في صنعاء، وبعد ما خلص دراسة البكالوريوس في صنعاء طلب العلم على بعض المشائخ المرموقين والرائعين في صنعاء، وتتلمذ، وواضح عليه أثر العلم سبحان الله في طريقة كلامه. المهم هو من أهل محافظة اسمها ريمة. محافظة ريمة يا جماعة الخير هي قريبة من الحديدة، يعني في المسافة ما بين صنعاء والحديدة على الطريق ريمة محافظة. وهو كان يسكن في قرية، يقول كنت أسكن في قرية وكان عندنا مؤذن اسمه أبو صالح. يقول المؤذن هذا أبو صالح من الصالحين، رجل صالح الله يغفر له ويرحمه يجعله في عليين. يقول رجل يعني دهين الجنة مثل ما يقولون، راعي صلاة وذكر وتسبيح وتهليل. يقول كان هو يذن وكانت الإمامة عندي، كنت أنا أصلي بالناس. يقول وبعدين توفى أبو صالح الله يغفر له ويرحمه المؤذن. يقول فكنت أنا أروح للمسجد، اسمعوا يا جماعة، يقول أنا كنت أروح للمسجد في الثلث الأخير من الليل وأؤذن الأذان الأول. تعرفون الأذان الأول لتنبيه الناس الفجر. يقول أأذن الأذان الأول، يقول ثم أجلس أتسنن في المسجد. يتسنن في المسجد حتى لو أراد أنه يصلي صلاة الليل يا جماعة، شفع وبعدين وتر يوترها. المهم يقول كنت أتسنن. يقول المهم جاء الأذان الثاني اللي هو الرسمي. يقول فأذنت الأذان الثاني. يقول لما أذنت الأذان الثاني قعدت في المسجد أذكر الله، أنتظر المأمومين يجون. يقول ما جاء أحد. يقول عدى ربع ساعة، عدى 20 دقيقة، ما جاء أحد. استغربت أنا، شو قصة الناس يا أخي، ما في أحد جاء، أعوذ بالله يا أخي. يقول قمت أذنت ثاني مرة وشغلت وتأكدت من تشغيل مكبرات الصوت. يقول أذنت، وبعدين يقول من شدة الحماس وضيقة الصدر قلت آخر شيء يا جماعة تعالوا صلوا، يا جماعة الخير تعالوا صلوا. ضايق صدره انه بيصلي الحالة مسكين. يقول ما جاء أحد. يقول أقمت الصلاة، شغلت مكبرات الصوت وأقمت الصلاة وبديت أصلي. بدأ في الفاتحة. يقول يوم جيت عند ولا الضالين ويرتج المسجد بالتأمين. يقول والله يا أبو أحمد كأنك في صلاة جمعة. يقول شفت صلاة الجمعة إذا أمنوا الناس، يقول والله العظيم ارتج المسجد بالتأمين. يقول أنا رعبت في البداية، خفت وثقل لساني. يقول قعدت لي دقيقتين ماني بعرف أتكلم. يقول ثم جاءتني سكينة وإحساس بالراحة عجيب، وانطلق لساني وبديت أقرأ القرآن الكريم. يقول أقرأ وأركع وأقوم من الركوع وأسجد، ثم أقوم من السجود وأبدأ القراءة في الركعة الثانية، واجي عند ولا الضالين ويرتج المسجد بالتأمين. يقول ولا حسيت بشيء ولا خفت ولا ارتبكت. يقول في سكينة جت في قلبي، الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. يقول المهم سلمت. يقول يوم سلمت والله ما جرؤت إني ألف. طبعا المسجد منور يا جماعة، مشغل الأنوار هو. يقول ما جرؤت إني ألف. يقول قعدت أسبح وهلل. يقول وبعدها بفترة لفيت. يقول يوم لفيت ما في أحد. يقول ما قدرت أقوم من مكاني، جتهم من الركب. حتى بالتعبير الدقيق يقول نسبة الأدرينالين ارتفعت في جسمي. يقول نبضات قلبي زيادة. يقول ما قدرت أقوم، ركبي ترجف. يقول قعدت أسبح وهلل. يقول حتى ارتفعت الشمس.
يقول بعدين يوم سمعت صوت الناس، يقول لأن المسجد بجانبه سوق، يقول يوم سمعت أصوات الناس يقول وأتجرأ وأقوم. أنا رديت عليه صراحة وقلت له، قلت يا أخي لعل هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لك على حرصك على الصلاة. يا أخي رايح في الثلث الأخير للمسجد، في الثلث الأخير يا جماعة الخير يروح للمسجد ويؤذن، ثم يؤذن للأذان الأخير والناس ما تأتيه ويحترق قلبه، فلعل الله سبحانه وتعالى صرف له جماعة ما أدري منهم هم، أنا ما أستطيع أحدد، لكنهم مكلفين بالصلاة، صلوا معه وأحس بشعور الجماعة. أنا ما أقدر يا جماعة الخير أقول أنها حسبت صلاة جماعة، أنا ما أستطيع أفتي في دين الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلعل الله سبحانه وتعالى صرف له مجموعة منهم يصلون ويحضرون معه الصلاة ويعمرون المسجد الذي لم يعمره الإنس. يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا.